ملخص الشوط الأول: المغرب ضد اسكتلندا. أنهى المنتخب المغربي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد على منتخب اسكتلندا في مباراة شهدت سيطرة واضحة لأسود الأطلس منذ الدقائق الأولى، ولم ينتظر المغرب كثيراً لافتتاح التسجيل، حيث نجح إسماعيل الصيباري في هز الشباك بعد أقل من دقيقتين من بداية اللقاء، مسجلاً واحداً من أسرع أهداف البطولة. بعد الهدف واصل المنتخب المغربي فرض إيقاعه على المباراة، مستحوذاً على الكرة ومسيطراً على وسط الميدان بفضل تحركات أيوب بوعدي وعز الدين أناحي، بينما شكل إبراهيم دياز والصيباري مصدر إزعاج دائم للدفاع الاسكتلندي. في المقابل عانى المنتخب الاسكتلندي من صعوبة كبيرة في بناء الهجمات، ولم ينجح في خلق فرص حقيقية تهدد مرمى ياسين بونو أمام التنظيم الدفاعي الجيد للمنتخب المغربي. ومع نهاية الشوط الأول تبدو الأفضلية واضحة لأسود الأطلس الذين قدموا أداءً مقنعاً واقتربوا في أكثر من مناسبة من إضافة هدف ثان، بينما يحتاج المنتخب الاسكتلندي إلى رد فعل قوي في الشوط الثاني إذا أراد العودة في النتيجة. نتيجة الشوط الأول: المغرب 1-0 اسكتلندا. الهدف إسماعيل الصيباري الدقيقة الثانية. هل يستطيع المغرب الحفاظ على التقدم وتحقيق فوز ثمين؟ شاركونا توقعاتكم للشوط الثاني.